الله الله على شويه الفراخ بقى، الشيش طاووق اللي احنا عملناه سوا ده. يلا كده خش معايا الفيديو كده، سمي الله واذكري الله وصلي على الرسول، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ولا البصل المشوي الجميل الزقنطوط ده كده ما شاء الله كده، انا بحبه قوي قوي جدا في الشاي. شايفه مستوي ازاي؟ الفراخ بقى ديت المشويه بقى، بطلتلك بقى حجتك عشان تقول لي عندي ما عنديش بقى فرن اشوي ولا ما عنديش شوايه. بطلتلك كل الحجه بتاعك بقى. خشي معايا كده واتفرجي وشوفي شويناها ازاي النهارده بطريقه جميله كده، حاجه سهله كده وبسيطه معانا. يلا ادخلي الفيديو كده وصلي على الرسول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى وصفتنا معايا كده ايه، هنعمل شيش طاووق النهارده او نعمل كباب حله بالفراخ. لسه بصراحه ما قررتش، التتبيله واحد وكل حاجه واحده. تعالي بس كده الاول ايه نعمل التتبيله بتاعتنا. معايا كده ايه، اول حاجه نص معلقه من البابريكا. معايا دي نص معلقه بابريكا اهي حطيتها. هنزل برضو كده ايه بنص معلقه برضو من الثوم البودر، نص معلقه ثوم بودر. ومعايا برضو كده ايه، كان عندي شويه بهارات كده من بتاع الشيش طاووق برضو هنزل بيهم. بتجيبيها كده جاهزه، بتشتريها جاهزه كده بتبقى حلوه برضو، اللي هي كفته بهارات الحاتي ديت بتاع كفته او شيش طاووق، بتجيبيها بتبقى حلوه برضو وياكي. وعندي برضو كده معلقه من السبع بهارات، وشويه فلفل اسمر بقى عليهم طبعا ايه زي ما احنا عارفين، ومعلقه ملح. يعني امسكهم بقى كده ادهم دعكه كده حلوه. ثواني. خلاص كده بقى اسيب التتبيله ديت. اركنها بقى كده على جنب اهوت، وارجع بقى كده ايه اخرط بقى الطماطم اللي معايا والبصل مكعبات بقى كده. نقطع البصل والطماطم اللي معانا مكعبات. تعمليها بقى كباب حله، تعمليها شيش طاووق بقى كده زي بصي، تجيبي بقى العصيان وترصها كده فيها الطريقه اللي تحبيها، طبعا كلها تتبيله واحده. معايا برضو كده ايه شويه بصل كده صغيرين، إيه لزوم الشوي برضو وكده. احطهم في الصينيه كده مع الحاجه بيتشوي كده بيبقى حلو برضو. نجهز بقى كده ايه حاجتنا الاول كده، وعشان تتبل وتاخد راحتها معاكي في التتبيله. شويه البصل برضو اللي معايا دولت. اما البصل بقى الصغير اللي موجود معايا دوت هسيبه كده ايه بحاله، هرصه كده معايا يتشوي كده بحاله. شويه فلفل بقى. خلاص بقى كده جهزت حاجتي، طماطم بصل فلفل. هديهم برضو كده ايه رشه بسيطه بس كده من السبع بهارات، لازم اتبل الحاجات دي بيها. واديها بس برضو كده ايه رشه ملح صغيره بس كده بقى.
احط لها بقى شويه فلفل مع شويه رشه بسيطه كده من السبع بهارات ورشه ملح، وادعكهم كده ايه، خليهم يتبلوا كده مع بعض. خلاص كده اشيل حاجتي بقى واجهز حاجتي وارجع تاني. ابدا بقى ارص حاجتي بقى، فلفل بقى مع بصل مع طماطم، ونشكلها كده ايه تشكيله حلوه. انا طبعا حطيت عليها بس كده ايه نقطه زيت رشيته على الفراخ. بص بقى ترصها بقى في صينيه، ترصها في على جريل بقى على النار، تحطها على البوتاجاز زي ما تحبي طبعا. يعني احنا عارفين إيه، عشان ما نحبش نصعب الامور على حد، عشان اللي ما عندهوش الفرن واللي ما عندوش جريل يعني ايه بتعمليها باي طريقه انت بتحبيها. هنخلص بقى دوت ونشوف بقى هنعمل ايه تاني معاه. لسه طبعا ايه بكمل. هنا بقى شايفه كنت كده خلاص اهو خلصتها بقى. بصراحه كده انا هحطها على النار، مش هدخلها الفرن يعني ولا حاجه، عشان يعني على النار بقى. لو في فرن البوتاجاز عادي بتدخليها فيه، بس انا بصراحه حطيتها كده على النار. هحط لها بس كده ايه شويه زيت، رشه زيت كده صغيره بس كده، واكتر بقى من كده مش هحط لها حاجه خالص. واغطي عليها بقى كده ايه واسيب. شايفه انت بقى البصل دوت بيبقى حلو قوي كده في الشوي بقى، ياخد علامات الشوي دلوقتي وهيستوي معاه ويبقى جميل. شويه بصل برده كده يبقوا تحفه كده معاكي من الاخر. اهيت في الصينيه عادي خالص وتحطيها. لو عندك فرن اعمليها بقى، لو عندك شوايه، بس انا بصراحه كده ايه حطيتها على النار بقى، اغطي عليها واسيبها. وكان معايا برضو كده ايه بقى شويه بقى ميه كده حله حطيتها على النار، اولع برضو كده ايه عليها. يلا بقى اغطي بقى عليها لحد ما الميه بتاعتي دي تغلي، لان بقى كده ايه هنعمل النهارده بقى مكرونه مع الوصفه اللي معانا ديت. بس بقى اغطي عليها بقى لحد ما تاخد كده وتدي، ونرجع نكمل تاني. هنا بقى برضو كده كيس المكرونه اهوت. معايا كده ايه مكرونه، الكيس دون كيلو، عامل 17 جنيه. كيس المكرونه دوت كيلو كده صافي، عامل له حوالي 17 جنيه دلوقتي. شاريه كده من المقلة اللي على البحر. الكيلو ده عامل 17 جنيه، هي كيلو صافي، توزنيها كده تلاقيها كيلو صافي. هنا بقى الميه كده كانت خلاص غلت معايا. هنزل بقى فيها كده ايه بمعلقه ملح،
وشوية زيت. يلا بقى ننزل بقى بالمكرونه اللي معانا. المكرونه دي حلوه قوي كده وما بتغيبش يعني ايه في السليق ولا حاجه. هنا بقى المكرونه خلاص كده كانت اتسبكت اهيت. معلش قصدي كانت اتسلقت يعني ويايا وكده. هقول لك بقى على معلومه بقى مهمه ليكي بقى انت كده، كلمتين ليكي. لو المكرونه اللي معاكي كده بتحس ان هي يعني ايه وحشه يعني بتعجن معاكي وكده، يعني تكوني بقى انت موضبه لها الصلصه بتاعتها. يعني المكرونه اللي معايا دي ما شاء الله جميله، يعني بتاخد بتتسلق معايا وحلوه خالص، ما فيش فيها اي مشاكل خالص. هقول لك بقى لو المكرونه اللي معاكي يعني بتحسي ان هي كده ايه بدات تعجن بقى في السليق وكده، طبعا المكرونه بتبان معاكي في السليق ان هي ايه لو هتعجن او حاجه. لو حسيتي انها هتعجن بكون موضبه الصلصه بتاعتك كده زي ما انا موضباها اهوت، بكون طفيت عليها النار خالص بقى وظبطت التسبيكه بتاعتها خالص خالص، علشان اول ما تشيلي المكرونه من على النار تصفيها وتسيبها تصفي ميتها وترجعي بقى تردها في الصلصه وتديها تقلبتين في الصلصه كده مظبوطه، وما تولعيش عليها النار تاني خالص. المكرونه بقى يعني ايه بدل لو ولعت عليها النار تاني هتعجن معاكي، انما لو حطيتها بقى وقلبتيها وطفيتها هتبقى كده ايه كويسه وياكي. يعني ده لو المكرونه بتاعك نوعها وحش طبعا. يلا بقى المكرونه بتاعتي كده كانت خلاص انسلقت، هجيبها بقى ايه اصفيها. هي كده خلاص بقى خلصت معايا اهي، تقريبا بس كده كمان اهي ما شاء الله يعني عليها نوعها حلو كده معايا. المكرونه دي بقى عندنا بيسموها زور البط. قولوا لي بقى عندكم المكرونه اللي هي حبايتها واسعه دي بيسموها ايه عندكم؟ ولو وصلت بقى معايا لحد هنا تكتبوا لي في التعليقات ان المكرونه ديت اسمها زور البط. اه والله زي ما بقول لك كده، هم قالوا لي المكرونه دي اسمها زور البط. هو من اللي احنا بنشتريها يعني من عندهم وكده بيقولوا هي اسمها زور البط، لان يعني ايه تحس ان هي واسعه وكده فمسميينها زور البط. لو وصلت بقى معايا لحد هنا اكتبي لي في التعليقات عشان اعرف ان انت تابعتي معايا الفيديو. وزي ما قلت لك لو المكرونه وياكي بتعجن اعملي زي ما انا قلت لك كده، ما تسلقوهاش قوي، ما تتكيش عليها في السليق قوي، وصلصتك تكوني موضباها ومجهزاها، يا دوبك تصفي المكرونه وتشطفيها وتروحي ايه حطاها مديها تقلبتين في الصلصه بتاعها وما تولعيش عليها النار خالص. المكرونه هتظبط معاكي وتبقى حلوه زي الفل. كده بقى كانت المكرونه بتاعتي برضو كده ايه صفيتها برضو، هنزل بقى بيها كده اديها بقى تقليبه، اقلبها بقى ايه الصلصه بقى بتاعتها على ما اما الاكله اللي معانا تخلص، الوصفه التانيه تخلص مليانه. وكده كده ايه اجهز بقى المكرونه واجهز السلطه بتاعتي. لو انت حابه تعملي سلطه بقى اعملي، ما انتش حابه بقى ايه حاجه ترجع لك تاني. شايفه كده المكرونه ديت جميله جميله جدا ما شاء الله كده عليها. النوع ده حلو قوي قوي من المكرونه اللي انا جايباها دي. خلاص بقى كده طبعا بقى بعد ما حطيت المكرونه وكده بقى قلت طبعا ايه ما ينفعش بقى افضل وقت ساكته وكده. خلصت بقى ايه لسه بقى البوتاجاز شغال، فبدل ما بقعد بقى ايه واكسل رحت بقى قايمه على حبه المواعين بقى مكان التتبيل بقى ومكان سليق المكرونه والحاجات دي بقى. قلت ايه قلت المهم بقى كده بالمره واغسلهم. وزي ما انتوا عارفين طبعا تبقى متشجعه كده ومتنشطه، مفيش حاجه تاخد وقت خالص معاكي. كده بقى كنت خلاص برضو غسلتهم كلهم. لميت بقى شويه المواعين بقى اللي كانوا موجودين ورحت واقفه بقى ايه كده عليهم غسلاهم. قلت طبعا عشان خلصت بقى قضيت في البوتاجاز هتكسلي طبعا تقومي تعملي حاجه تانيه كده. بس بقى كده
اغسل بس بقى الحوض ايه واشطفه ويبقى كده خلصنا. هو الحوض ده لازم يتغسل فيه بقى، عايزه شويه كلور بقى كده كمان، وانت تلاقيه معاكي ايه بيبرق كده، بيبرق لما تحطي بس كده نقطه. كده بقى كنت خلاص خلصت. يلا بقى نشوف بقى بقيت بقى الوصفه اللي معانا، نخلص بقى ونغرف ونشوف وصلنا لحد فين. يلا بقى شايفين الجمال اهي، معموله كده على البوتاجاز. شايفين بقى احلى حاجه بقى اللمعه اللي بتبقى في الشوي اللي معاك دي، وبتطلعها بنتيجه حلوه. الاضاءه معلش انا الاضاءه عندي مش قد كده. شايفه ما شاء الله كده اتشوت دي بقى ولا ما اتشوتش؟ شايفه بقى البصل ده بقى، البصل بقى الصغنن ده بقى، شايفه عامل ازاي؟ شايفه ما شاء الله كده عليه، بيبقى تحفه قوي في الشوي. البصل ده كده مع الحاجات دي بيبقى تحفه قوي. يلا بقى هنا كده كنت بقى غرفت المكرونه بقى بتاعتي، ودي بقى ايه شايفه بقى ما شاء الله كده يعني. يلا بقى عايزه بقى ايه لو وصلتوا معايا لحد هنا بقى ما تنسوناش بقى باللايك والشير وسبسكرايب بقى للقناه. لو اول مره بتشوفونا احنا بنعمل وصفات سهله وبسيطه. معايا بقى شويه خضار ومعايا المكرونه، وبصراحه كده الفراخ طالعه معايا كده طريه كده، تحسها كده يعني ايه طريه كده يعني جوسي كده وياكي يعني. بصراحه مفيش احسن من كده. ودي بقى القرص اهيت اللي احنا بنعملها سوا. إيه لو حابين ان اعملها معاكم تاني اكتبوا لي بقى في الكومنتات وانا اعملها وياكم. تاكلها بقى بمكرونه، تاكلها بعيش، تاكلها باي حاجه بقى انت بتحبيها. بصراحه كده جميله قوي كده وعجبتني، وحسيت كده ان هي طريه كده يعني جوسي كده وياكي كده. شايفه ما شاء الله كده يعني شايفه دايبه معاكي ازاي اهي. شايفه ما شاء الله. معلش بس انا بعتذر عن الاضاءه اللي عندي. شايفه كده، شايفه الجمال، شايفه الجمال، شايفه ما شاء الله كده ما شاء الله عليها. شوفي بقى البصله بقى، البصل الصغنن ده بقى لما بتحطيه كده في الشوي كده بيبقى بصراحه كده معاكي في حته تانية خالص. ما شاء الله شايفه البصل اه ما شاء الله كده على البصل، جميل قوي قوي في الشوي البصل ده. شايفه الفراخ اهي دايبه خالص، عشان ما تقوليش بقى ايه لا ده انا عملتها مش مستويه، لا والله بصراحه شايفه الفراخ اهي دايبه خالص كده ويايا اهي. اهي شايفه ما شاء الله كده عليها. احلى حاجه بقى اللمعه اللي بتبقى معاكي في الشوي دي في حته تانية خالص. يلا بقى كده ايه بالهنا والشفا لكل اللي ياكل. وانا بشكر اي حد بيديني من وقته بصراحه يعني، بشكر اي حد بيديني من وقته وبيخش بقى يتفرج كده، وبصراحه يعني ما بيقول لي انا بستفاد منك بحاجه بصراحه ببقى مبسوطه جدا جدا. وبتشجعوني اكتر ان انا يعني اقوم اشتغل كده واصور واعمل حاجات كده يعني. بصراحه ببقى مبسوطه جدا. ولو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوناش بقى باللايك، ولو حابين القرص ديت نعملها مع بعض تاني اكتبوا لي بقى في الكومنتات اهي. شايفه طريقه ازاي اهي، مش عشان يعني حمرا تقولي لا لا اهي القرص اهي طريه معايا خالص.
يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا اتغدوا معانا.